حلا بيض التلج. احب انا سلسله الحلويات اللي من غير دي، من غير بيض ومن غير فرن ومن غير كريمه، تتحضر في دقايق وبابسط المكونات. عملت حاجه طعمها بجد خزعبلي. 6 معالق من الزبده، ممكن سمنه او زيت، ممكن ميكس ما بين سمنه وزيت، زبده وزيت. انا حطيت 3 معالق من الزيت كمان مع الزبده، كوبايه ناقص معلقه من الدقيق، 4 معالق كبيره من اللبن البودره. ونقلب بقى على نار هاديه خالص لحد لما يتحمصوا ويطلعوا ريحتهم. هياخدوا لهم تقريبا 3 دقايق، وكل شويه بنرفع الطاسه بعيد عن النار علشان خاطر اللبن البودره ما يلسعش، لانه بيلسع بسهوله جدا. فتاخدوا بالكم تهدوا النار خالص وتبعدوه كل شويه عن النار وانتوا بتقلبوا. نرفعهم من على النار ونسيبهم لحد لما يبردوا تماما. ده هياخدوا تقريبا 10 دقايق. في كسرولة على النار لتر من الحليب، نص كوبايه من السكر، معلقه كبيره من الفانيليا، وعلى نار متوسطه. ونقلب لحد لما الحليب يسخن تماما والسكر يدوب خالص. ننزل بيه بقى على الخليط اللي احنا سيبناه يبرد، ونقلبه الاول على البارد، بعد كده نرفعه على النار ونكمل تقليب على نار هاديه لحد لما الخليط يتقل معانا ويبقى قوامه زي ما انتم شايفين كده. نصبها بقى في كاسات، في قوالب، في بايركس، في صينيه، زي ما انتم عاوزين. نسيبها تهدى نص ساعه كده ولا حاجه، ونجهز الطبقه الثانيه بقى. في الخلاط معلقتين كبار من الكاكاو، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الحليب البارد من الثلاجه عادي جدا. ونشغل الخلاط وننزل عليهم بنص كوبايه من الزيت سرسوب صغنن، يعني ننزل بزيت كميه صغيره نقط نقط كده لحد لما الخليط يتقل معانا. ده معنى سرسوب. هيتكون معانا صوص شوكولاته قوامه تقيل زي ما انتم شايفين كده. ممكن نخففه كمان، نحط عليه معلقتين حليب ولا حاجه علشان خاطر يتخفف، وبعد كده نسكبه فوق الطبقه الاولانيه ونحطهم بقى في التلاجة ساعه ولا حاجه. وبس كده، بأبسط المكونات وبحاجات من البيت بسيطه جدا، عملت حاجه طعمها تحفه. جربوه ولي